كل من الجزائر والمغرب الذي اتبع منحى المعسكر الغربي، وازدادت الصراعات حدة بين البلدين في عهد الرئيس هواري بومدين الذي أراد الحفاظ على وضعية الحدود كما تركها الاستعمار الفرنسي. في 1967 بدأت محادثات بين الجزائر ومدريد، هدفها أن يكون تعاون بين الجزائر وإسبانيا لاستغلال منجم حديدي اكتشف في غارة جبيلت. في رسالة بعث بها السيد ديلا تورنيل السفير الفرنسي في مدريد إلى السيد بينو وزير الشؤون الخارجية الفرنسية، مصحوبة برجاء نقل محتوى الرسالة إلى وزارة الدفاع الفرنسية بتاريخ 20 من يوليو تموز من عام 1956. في هذه الرسالة يلخص السفير الفرنسي في مدريد ما جرى في جلسة عمل خبراء عسكريين من الجانبين، ويبلغ وزير الخارجية الفرنسي بينو أن الحكومة الإسبانية ترغب في الاحتفاظ بإفني وكامل الصحراء الإسبانية، أي المنطقة التي تمتلكها جنوب خط العرض 2740 ونهر ريو دورو. ورغم أن التنقيبات التي تمت تتعلق بالفوسفات فقط، يرى الجيولوجيون الأسبان أن الموارد البترولية في منطقة تندوف والموارد الكربونية في قطاع كولوم بشار لا بد وأن تمتد داخل التراب الإسباني، مما يكفي لتفسير عزم الحكومة الإسبانية على عدم التنازل عن شبر منها. كانت هناك فكرة تقدمية تقول أننا نعمل استغلال مشترك لهذه المناجم ونحل المشكل، يعني الاستغلال المشترك يفيد المغرب ويفيد الجزائر. لكن في تلك اللحظة ظهر أن في الجزائر من لا استعداد له لهذا الاستغلال المشترك أو المغرب العربي أو أي شيء. وليد محمد حاج في الحلقة السادسة من شهادته على العصر. دخل هذا الرجل بالماء في إبريق وكانت كرامة بالنسبة لنا. كيف؟ 80 شخص ارتووا من هذا الإبريق. في هذه اللحظة جاءت الطائرات الأمريكية، قذفوا المبنى من فوق بأطنان من القنابل العنقودية. أكثر من 100 قتيل بينكم بقالهم داخلين في 5 يوم، جرحى جرحهم يعني تقيحت، ما فيش روائح كنتوا بتشموا. والله حقيقة هذه برضه من الكرامات الكبيرة اللي حصلت للشباب، وجدت منظر غريب جدا جدا. شاهد على العصر الأحد في 58 مساء بتوقيت مكة المكرمة، برعاية قابكو في كل ما يحيط بكم. طالبت موريتانيا بالصحراء لأنها كانت جزءا من تاريخها، ومع ذلك وافقت على دعم المغرب في مطلبها، لأن هذا كان سيزيد من قوة موريتانيا التي كان رئيسها آنذاك مختار ولدادة. في ذلك الوقت اعترف المغرب بموريتانيا، ولم يكن قد سبق له الاعتراف بها من قبل، لأنها كانت تطالب بالمنطقة نفسها. وهكذا فقد كانت العلاقة بين المغرب وموريتانيا فيما يخص الصحراء قائمة على اعتراف المغرب بموريتانيا كدولة مستقلة وعلى اتحادهما ضد إسبانيا. تم اجتماع نواديبو ثلاثي بين الجزائر وموريتانيا والمغرب على أساس توحيد الصف ضد أسبانيا، ولكن الجزائر لم تكن واضحة في الالتزام بما تم الاتفاق عليه في نواديبو، وأخذت تناور في الأمم المتحدة. بعد الاستقلال بفترة من الزمن، طالب الملك محمد الخامس وابنه الأمير مولاي الحسن بالأصل المغربي لمنطقة الصحراء، كما ادعيا أن موريتانيا
تنتمي إلى المغرب الكبير. تشير الوثيقة الفرنسية الصادرة بتاريخ 4 من سبتمبر أيلول عام 1958 كان قد بعث بها السيد بارودي سفير فرنسا بالرباط إلى السيد كوف دي مورفيل وزير الخارجية الفرنسي. جاء فيها إن مؤتمر موريتانيا والصحراء المنعقد بالرباط منذ يومين، والذي يجمع الملك محمد الخامس وبعث موريتانية من شيوخ القبائل، أنهى أشغاله بتبني النقاط التالية: اعتبار موريتانيا والصحراء جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي، ومطالبة الأمم المتحدة بتبني هذه المسألة. إن المؤتمرين يعترضون على مبدأ الاستفتاء الذي طرحته فرنسا ويشككون في نزاهته. يعتبرون ثروات الصحراء وموريتانيا ملكا للسكان المحليين، ويعترضون على الشركات الأجنبية بالمنطقة. بدأت محادثات سرية مع الحكومة الإسبانية، كما أن المغرب قدم مطالبه أثناء كل المؤتمرات واللقاءات العالمية التي حضرها، وجرى تقديم طلب انسحاب الاحتلال من المنطقة التابعة للمغرب إلى الأمم المتحدة. وقد أزعج هذا التصرف الإسبان كثيرا، إذ إنه لطالما اعتبرت الحكومة الإسبانية والجيش الإسباني تحديدا هذه المنطقة خاضعة لسيادتهم. في هذا السياق جاءت فكرة أن نقيم محور مغربي موريتاني على أساس أن الصحراء نسترجعها نحن الاثنان ونتقاسمها أو نتقاسم استغلالها. وهناك من كان يرى في هذا التنازل لموريتانيا، ولكن كانت الحكمة تقول أنه من الأفضل أن نكون نحن وموريتانيا شريكين في هذه العملية، على أن نترك موريتانيا تتحالف مع الجزائر ومع إسبانيا ونصبح نحن معزولين. وأخذ يعمل في اتجاهين: اتجاه تكريس الاتفاق مع موريتانيا وتوطيد التفاهم المغربي الموريتاني ضد اسبانيا، والاتجاه الاخر هو مراودة اسبانيا على ان تحل المشكلة مع المغرب وموريتانيا. نهاية أكتوبر تشرين أول من عام 1974 وقعت المغرب وموريتانيا مع أسبانيا في مدريد اتفاقية سرية لاقتسام الصحراء الغربية. وينسب في بعض المصادر إلى بلعيد عبد السلام وزير الصناعة في حكومة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين قوله إن الملك الحسن الثاني اتصل بالرئيس بومدين ليبلغه توصله مع الرئيس الموريتاني مختار ولد دادة إلى اتفاق غير معلن يقضي بتقسيم الصحراء، وأن بومدين رحب بالفكرة، لكن وبحسب القول المسند إلى بلعيد كان إعلان الحسن